شليغماس من ناعي هكذا كانوا يسموا هذه الحلوى الرائعة التقليدية الجزائرية، خفيفة وهشيشة الذوب ذوبان، تصلح أيضا البنات للمشاريع، يعني الحلوى ناجحة مليار. راح نعطيكم فكرة وشكل تخدموا به المشاريع هكذا، اللي بغات تخدم على روحها ربي يسهل إن شاء الله وربي يقوي عليها الأرزاق. البنات السلام عليكم ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم حلوة من الزمن الجميل، من أروع ما يكون، جزائرية 100%. اللي حابة تتبع الحلوة وحابة تستفاد من الوصفة، ما عليها غير تعمل جام واشتراك في القناة فضلا. وبسم الله صلاة على رسول الله نبداو. كما شفتوني عملت رشة ملح في الغيسيبيون تاعي ولا في الصحن نتاعي، زدت عليه بيضة وصفار بيضة البنات، راني عملته لكم اليوم بيضة وصفار بيضة. اللي بغات تضاعف المكونات راح نعطيكم كيفاش تضاعفوا المكونات من بعد. نزيدو عليهم نصف كأس من السكر رطب، نصف كأس حتى الكاس إلا ربع، اللي بغات الحلاوة تعمل كأس إلا ربع هكذا نتاع السكر رطب. نجيبو 125 غرام مارغرين، أنا هنا عندي العلبة تاع 250 غرام، راح ناخد منها النصف البنات كما راكم تشوفوا هكذا. نضيفو 125 غرام مارغرين. الحلوة راهي اقتصادية وتقطع كمية كبيرة، بسم الله ما شاء الله. كما قلت لكم تصلح بزاف لاصحاب المشاريع واللي بغاو يخدموا على رواحهم ربي يسهل. اذا بعد ما درت سكر طب، رشه ملح، بيضه صفار بيضه، 125 غرام مارغرين، راح نطلعهم مليح مليح بالضراب الكهربائي. اللي ما عندهاش تعمل الضراب اليدوي ولا تعمل بيدها، تخلطهم مليح مليح حتى تحصل على بوماده كما كانوا ناس بكري هكذا. نخلطهم مليح مليح، راح تشوفوا البنات الفرق كي بديت نخلطهم بعدا يطلعوا لي مليح مليح هكذا كما راكم تشوفوا. فوالا نخلط البنات ونجيب الآن ربع كأس من الزيت، عندي ربع كأس من الزيت هكذا نضيفه بالتدريج. البنات لما نكملوا نحصلوا على واحد لما نكملوا الزيت ونخلطوه مليح مليح نضيفوا الزيت بالتدريج باش ما يهبطلناش هذاك الطلوع اللي طلعنا البيض مع السكر ولا مارغرين البنات ولا الزبده. نتحصلوا على واحد القوام يشبه في القوام تاع المايونيز هكذا. اذا راني كملت الزيت نتاعي الربع كأس، راني كملته ونخلط مليح مليح. يعني نديرو الضراب الكهربائي تاعنا على اقصى سرعه، اللي ما عندهاش تعمل بالضراب اليدوي وتكون سريعه شويه البنات باليد باش يطلعوا لها مليح مليح ونتحصلوا على القوام يشبه في المايونيز، راهو يشبه في لا مايونيز البنات هكذا راكم تشوفوا. حتى رجع الباطور تاعي يدير لي الخطوط، لما نخلط يعمل لي الخطوط. ضروري هذه الخطوه باش ينجح معكم الحلوه تاعكم وتجيكم خفيفه، لانه ما فيهاش بزاف خميره الحلوه. الان راني كملت من الضراب الكهربائي، راح نستغنى عليه البنات ونمروا مباشرة للنشا. البنات للنشا استخدموا لي كأس ناقص أسبوع نتاع النشا هكذا. نعملوا الكاس ناقص أسبوع نتاعنا نتاع النشا في الريسيبيون تاعنا مع بقية الخليط، ونزيدوا عليه ملعقة متوسطة من الفانيلا. إذا كان عندكم سائلة اعملوا سائلة الجو اللي حبيتوا البنات هكذا. ونزيدوا عليهم البنات ملعقة متوسطة من خميرة الحلوى. هنا البنات نخلطوا فقط بلا سباتول ولا بالاخر ولا بملعقه خشبيه، مش ضروري نستخدموا اليد. هاد الحلوى ما تستخدمش اليد يعني. ونروحوا للفارينه حبيبتي. بالمناسبه راني غلبلت الفارينه وغلبلت النشا ديجا وراني نضيف فيهم هكذاك بالتدريج. فوالا نخلط مليح، نبدا نخلط الكاس الاول تاع الفارينه راني ضفته ونبدا نخلط فيه. شوفوا القوام، شوفوا البنات ما يخدعكمش القوام تاع العجينه، قادرين تلقاوها باللي راهي طريه بزاف تحبوا تضيفوا الكاس كامل، سورتو الكاس الثاني، ما نحكيش على الكاس الاول. الكاس الاول ضروري تضيفوه كامل، ولكن الحلوى هذه هي تشرب ليه يعني. القوام اللي تحصلوا عليه في النهايه انه الحلوى نتاعكم تكون تتلاصق شويه في اليد، يعني باش تزيد تشرب شوي هذاك هو، يعني تجيكم الحاله سوا. نخلطوا المكونات جيدا البنات. الفارينه نتاعنا نضيف غير بالعقل، راني حذره في الفارينه. قادرين تكونوا تستخدموا نفس لا مارك ولكن تطيحوا فيها تشرب، يعني نفس لا مارك وكل مره والرحيه كيفاش. شوفوا راهي تتلاصق ولكن تلاصق بزاف. راح نزيد نضيف هذيك الملعقه اللي بقات لي في الكاس نتاعي نكملها، وهكذا نتحصل على عجينه تتلاصق شويه في اليد. يعني مع نوجد الصوالحين نجبد السنيوه تاعي والمحقن نتاعي تجي هذاك هو.
نخلطهم مليح كيما شفتوني. راني ضفت الباقية ملعقة، يعني راني استخدمت الآن كأسين من الفرينة، كأس ناقص أصبع من النشا. نتمنى أنكم تتقيدوا بالمقادير هكذا البنات. بعد كملت الخلط جبت سنيوة درت فيها ورقة طهي وبديت نشكل. شوفوا معايا نروح وحدة، زوج، 3، 4، 5. اعملوا 5 راهي مليحة. فوالا كيما راكم تشوفوا. وديما نستخدم سكين ولا أداة خاصة بالحلويات ونعدل الحلوى نتاعي. اللي حبت البنات تضاعف الكمية راه نعطيكم المقادير. عندكم بيضتين وصفر بيضاء، 250 غرام مارغرين، كأس ونصف من النشا، كأسين ونصف من الفرينة، ملعقة متوسطة ما يعادل 5 غرام من خميرة الحلوى، وملعقة متوسطة من الفانيلا، ونصف كأس من الزيت. ان شاء الله ما نكونش نسيت كاش حاجه. لما طابت الحلوى نتاعنا البنات، الحلوى هذه ما تحمرش من الفوق، يعني نطيبوها غير من الجهه السفليه. نشعلوا الفرن تاعنا يسخن ونحطوه في الرف العلوي من الفرن، نخلوه يطيب غير من تحت، ما نحمروش من الفوق. ما يحبش التحمر، لما نشوفه بدا يصفر شويه من الفوق وحمار من تحت، صاي نجبدوا الحلوى نتاعنا. نحطوا كل حبه مع اختها بالمربى. انا هنا نخدم ديما مربى المشماش، نحبه بزاف. ونزيدو نديرو شويه في الجوانب، نديرو لهم كاوكاو ولا جوز الهند، واش كان عندكم، ولا ما تعملوش كيما حبتو. صدقوني الحلوى من اروع ما يكون، خاصه مع قهوه حليب. واش نحكي لكم، روعه روعه. انا ما نستغناش عليها لا في الاعياد ولا في قهوه العصر ولا في مناسباتي ولا في ضيف الغفله. نتمنى تجربوها حبيباتي، متاكده راح تحبوها. واش راح نقول لكم بالنسبه للشكل نتاع المشاريع راح نعته لكم. نسيت ما صورتش وأنا نخدم فيه حبيباتي. يعني الشكل راهو اقتصادي جدًا ويخرج لكم كمية كبيرة، كبيرة. روحوا تخدموا على رواحكم، تهلاو في رواحكم وفي صحتكم. السلام عليكم.